يلتحق الطفل خليل بجامعة البليدة ومركز تعليم اللغات، وهو لا يتجاوز 10 سنوات بعد إتقانه للغة الألمانية منذ أن كان عمره 3 سنوات دون أن يتلقى أي تكوين. طفل في عمره 10 سنين يقرأ في الجامعة، ما أمنتوش. كنت نعرف نقراها ونعرف نهدرها، وكنت نعرف نكتبها. دوكا كان في الجامعة بديت نتعلم شوية الكتيبة، نحب نطور الإمكانيات تاعي. الطفل خليل تفوق بعصاميته على جميع زملائه في هذا القسم الجامعي، وأمام انبهارهم لا يتقن اللغة فقط بل يصحح أخطاءهم أيضا. أنا أول مرة شفته معنا في القسم تفاجأت من صغر سنه، أغلب اللي حاضرين هنا طلبة جامعيين، فتفاجأت من حضوره معنا، قلت بالك هو ابن الأستاذة ولا جبته معها. فلما بدأنا درسنا اللغة الألمانية كان متفوق علينا دائما، المستوى تاعه متفوق. هذا الظاهرة عندها تفسير علمي في اللسانيات، حيث أن الإنسان الطفل الصغير لما يزيد، اللغة ليست من الأشياء اللي نورثوها من عند الآباء. القدرات تاعو المتفوقة في الفهم والحفظ السريع، هذا واش ساعده أنه يتفوق في اللغة الألمانية في سن صغير. يعني قادر لو كان جبنا طفل واحد آخر اللي أقل قدرات ما راحش يكون متفوق بهذه القدرات اللي متفوق بها هو. رافقنا خليل لقريته النائية الفقيرة المعزولة للتعرف على البيئة الأولى التي نشأ وتعلم فيها، رفقة والديه الأميين والمصابين بمرض مزمن. كنت نتفرج غير الألمانية، العربية كاع ما نتفرجهاش، غير في الدار نهضر معاهم بالعربية، قناة نتفرج غير قنوات الألمانية. خليل أخذ من التلفزيون معلمه الوحيد ومن والدته ملهمته الأولى لتطوير قدراته وتحقيق حلمهما. نحب كي نكبر نولي طبيب تاع عظام ورحنا نكمل قرايتي في الألمان، ونبه باش ندير ماما. خاطرش هنا في الجزائر ما نلقاوش الدو تاعها. انا فقت له كي كان صغير، بس كان نقص التلفزيون هو يقول لي ماما زيدي له، انا دايره ما يفهمش، نقول نقص له، لا يشوف تجيب لي ربي يشوف غير تصاور برك، ومن بعد هو يروح يزيد له ومن بعد انا قلت لباباه وقيلا راه يفهم. رغم فقر الحال ومرض والديه وغياب أي محفزات للتعلم في هذه القرية، يقضي خليل جل أوقاته ولحظات لعبه ولهوه في تطوير مهاراته اللغوية ومعارفه. Ich war heute bei der Fernsehshow Horror und ich grüße